العد التنازلي بدأ لصدور قانون الإيجار القديم، فلجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب استقرت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وغالبا مش هيكون فيه أي تعديلات تانية عليه، ومن المتوقع صدوره قريبا جدا جدا. وهل فعلا القانون هيثبت الأجرة على 250 جنيه شهريا للأماكن السكنية وفقا لنص المادة 4 منه؟ خليك معايا، وفي 6 نقاط أساسية هوضح لك كل اللي هيحصل ببساطة ووضوح. أول نقطة هنتكلم فيها هي مد فترة الإخلاء. زي ما توقعنا في الفيديو السابق، فعقود الأماكن السكنية هتنتهي بمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما عقود الأماكن التجارية فهتنتهي بمرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك. والنقطة التانية هنتناول فيها القيمة الإيجارية، واللي هتتولى تحديدها لجان حصر هتتشكل بقرار من كل محافظ، وهتكون مهمتها تقسيم مناطق الوحدات السكنية ل3 أقسام: قسم للأماكن الراقية والمتميزة، واللي هيتضاعف فيها الأجرة ل20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه، وقسم الأماكن المتوسطة، واللي هيتضاعف فيه الأجرة ل10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وقسم الأماكن الاقتصادية والعشوائية، واللي هيكون حد أدنى للأجرة فيه 250 جنيه. أما عن الأماكن التجارية فهتتضاعف فيها الأجرة ل5 أضعاف، وده كله بخلاف الزيادة السنوية اللي هتبقى بنسبة 15%. والنقطة الثالثة في غاية الأهمية، هنوضح فيها وضع الشقق المغلقة. فلو المالك أثبت غلق الشقة لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر، هيكون له الحق في طرد المستأجر. أما النقطة الرابعة فبتتكلم عن وجوب إخلاء الوحدات السكنية والمحلات التجارية لو تم إثبات أن المستأجر يمتلك شقة سكنية أخرى أو يمتلك محل تجاري آخر. وخامسا، بيؤكد القانون على انعقاد الاختصاص القضائي لقاضي الأمور الوقتية، واللي مش هيسمح للمستأجرين بالمماطلة، وبيصدر الحكم في خلال 2 على الأكثر. وسادسا، القانون بينص على الأولوية للمستأجرين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة مستأجري المناطق الاقتصادية والمتوسطة.